شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. واحنا ما نطلعش، واحنا مع اللي يحب مصلحتنا. كويس؟ عايزك تدرس مصطفى الارض اللي اخدوها في الفقاعات لبناء مساكن. الارض ما اتبنتش ليه لغايه النهارده؟ بقالهم 5 سنين. انا اول واحد الدوره اللي فاتت اديتك صوتي. ايه هو انجازات حزب الوفد الدوره اللي فاتت؟ اتكلمنا عنها. اسمع يا اخواني انا سعيد يا اخواني، انا سعيد جدا بهذا السؤال، سعيد جدا بهذا السؤال، وارجو ونحن نطالب بالديمقراطيه ان نكون ايضا ديمقراطيين، أليس؟ سيبوه يا اخواني يا اخواني انا صدقوني يا اخواني هذا بس يا اخواني ارجو هو بيسأل سؤال. طيب يا اخواني هو بيسأل سؤال، معلش هو بيسأل سؤال من حقه انه يسأله، وانا بوعده احنا طالبين مؤتمر بكره، انا هخصص هذا المؤتمر للحديث عن قضية الاسكان وعن خطايا الحزب الوطني التي ارتكبها في حق الناس، وعن الاموال التي سرقت، وعن الاموال سوف احدثك
مرة أخرى أرجوكم أن تكونوا فعلا ديمقراطيين كما نطالب نحن بالديمقراطية، ولا يضيق صدرنا أبدا بأي سؤال. ليه؟ لأنه لا يوجد سؤال واحد يمكن أن يحرجنا، مفيش حرج. نحن واثقون من الأرض التي نقف عليها، واثقون من تاريخنا ومن حاضرنا، فلا يمكن أن يكون هناك سؤال أيا كان يسبب لنا حرج، فلا تعتقد. وبالعكس أنا في كل مؤتمر أحضره أسأل في الآخر حد من الموجودين، وأرجو إنه يكونش وفدي خاصة ويحب يسأل أي سؤال، وأنا كل مرة بقول كده. ليه؟ أنا يهمني أنا الوفدي يعرفني ويعرف الوفد، ولكن غير الوفدي هو المحتاج لأن يعرف الحقيقة منا، فيجب أن نرحب بأي سؤال خاصة لو كان من غير وفدي حتى يمكن أن نرد عليه ويقتنع، أو على الأقل تقتنعون بالرد. إنما النصور في وجه السائل اسمحوا لي أنا لا أفرح لهذا أبدا. وسؤال ابن العزيز، الوفد أنجز لنا إيه في الإسكان وفي غير الإسكان؟ يا سيدي أحزاب المعارضة في العالم كله لا تنجز. الإنجاز عمل تنفيذي من اختصاص السلطة التنفيذية. العالم كله يسير على وتيرة المعروف، الحكومة تنفذ والمعارضة توجه وتنتقد وترشد وتقترح. إنما الذي يستطيع التنفيذ هو السلطة التنفيذية. يعني دلوقتي انت عاوز مسكن، انا في قصر جديد اقدر اخرج بكره الصبح في عربيتي واجي البيت يدور الحكومه واللي اخش اقدر يعني كده ما املكش. ليه؟ لانها لازم السلطه التنفيذيه. لكن يمكن القنباش اللي في الاسم ده ابو شيخين يقدر يقول لك تعالى اخذ عدد لانه مرسل من رئيسه للمأمور. لكن انا بس افهمني، استنى خد بالك، انا زي اسمع زي ما بحمل رايك تسمع رايي. الديمقراطيه مش للناس ضد ناس، بالكل وعلى كل. فكما حملتك ومكنتك من سؤالك والرد عليه يجب ان تستمع. السلطه التنفيذيه هي التي تسال عما نفذت وعما لم تنفذه. الان مثلا في انجلترا حزب المحافظين في الحكم، حزب العمال في المعارضه، حزب العمال بينجز ايه؟ بينفذ مشروعات، بيبني مساكن. ممنوع على الاحزاب اي عمل تجاري، نفس القانون بيعمل الحزب. انما المجلس بيحاسب الوزراء، بينتقد العمل غلط، بيوجه، بيقترح، بيناقش، بيمنع الضرر قد ما يقدر. ومنعنا في الدوله اللي فاتت، انقذنا مصر من خراب المفاعلات النوويه بس يعني هذا المشروع، هذا العمل الخطير، هذا المشروع اعتمدوا مجلس النواب في دقائق، وصارت يا اخوانا اسمعوا، وصارت المعارضة الوفدية هذا الموضوع في المجلس ونوقف في عدة جلسات وفي يعني عايز اقول لك لا ده عمل
لو لم يكن للمعارضة الوطنية في الدورة اللي فاتت زي ما بتقول الا هذا الانجاز لكفاها فخرا، لانه انقذ مصر من كارثة محققة. وغير هذا انت تظهر ما بتقراش محاضر الجلسات او مش متابع محاضر الجلسات. لو انك تتبع محاضر الجلسات كنت ما تبص لي الماركه دي من انا شايلين انا لو كنت متابع جلسات مجلس الشعب كنت لمست المجهود الكبير اللي بذلوه نواب الوفد من اسئله واستجوابات، طلبات مناقشه ومحاسبه وطلب سحب الثقه. كل هذا مشروعات ضخمه جدا، كلامهم في الميزانيه، اقتراحاتهم في قروض، في كل مساله. انما انت يظهر شغلك عن قراءه او تتبع اعمال مجلس الشعب. يا اخواني، قبل ان انتهي اريد ان اتحدث في امرين. كثر حولهم الله في هذه الايام. الامر الاول خاص برأي الوفد في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية. يحلو دائما للبعض ولأغراض انتخابية واهداف حزبية صغيرة ان يتهم الوفد بانه ضد تطبيق احكام الشريعة، وهذا اتهام باطل. والوفد رأيه في هذه المسألة واضح، ليس ابن اليوم، بل واضح من برنامج الوفد سنة 78 وبرنامج الوفد سنة 84. وقلنا فيهما ان الوفد يؤمن تماما بان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وان الوفد يطالب بتنقية كل القوانين الحالية من اي مخالفة لاحكام الشريعة. قلنا هذا مرارا واثبتناه في برامجنا وفي خطبنا وفي بياناتنا، ولكن مع هذا كله يوجد من يدعي ان الوفد ضد تطبيق احكام الشريعة، وهي نغمة مقصودة لأغراض بين سياسية وبين انتخابية. وأنا أحب أن أقول إن الاتجار بأحكام الشريعة لهذه الأغراض عمل مبخوت لا يرضي الله، فالشريعة أرفع من هذا وأنقى من هذا الاستغلال الصغير. النقطة الثانية عن الوحدة الوطنية. برضو في هذه الأيام مع الأسف في بعض البلاد بدأت بعض البوادر التي يخشى منها على هذه الوحدة الوطنية إذا تمادت واستمرت، وأنتم في غنى عن أن أبين لكم أهمية هذه الوحدة الوطنية. إذا لا قدر الله ومست هذه الوحدة بأي سوء سنكون صورة أخرى من لبنان المجاورة لنا، وأنتم تعرفون كيف خربت لبنان وكيف الحرب المستمرة فيها من 7 سنوات أو 8، وكيف خرب اقتصادها وعمائرها وكل مظاهر الحضارة فيها، كل هذا بسبب الفتنة الطائفية. لا نريد أن نكون هنا لبنان أخرى. نحن نؤمن بأن الدين لله وأن الوطن للجميع.
الوحدة الوطنية هي ثمرة قوية، الثمرة الأولى التي لا جدال حولها لثورة سنة 19. قبل ثورة سنة 19 كانت الفتنة الطائفية على أشدها، وكانت تقوم معارك فاحمة بين المسلمين والأقباط، ولكن جاءت الثورة فوحدت عنصر الأمة وصاروا في طريق واحد، وصار شيوخ الأزهر يخطبون في الكنائس، وكان القسس يخطبون في الأزهر، ولم يفرق الإغاثات الإنجليز الذي كان يطلق على مظاهرات بين قبطي وبين مسلمين، فتم التلاحم التام بين عنصر الأمة بفضل سياسة الوفد ودعمه لهذه الوحدة الوطنية. أيام الثورة الإنجليز حكموا بالإعدام على بعض أعضاء الوفد. هقول لكم أسمعوا: حمد الباسل، علو جزار، مراد الشريعي، هذه 1 2 3 مسلمين، وكان معهم وحكم عليهم بالإعدام أيضا الأسماء الآتية: واصف غالي، مرقص حبنة، موسى واصف، جورج الخياط، أي 3 من المسلمين و4 من الأقباط. لم تفرق المحكمة وهذه دائرة ده مسلم، بالعكس الكل كانوا مصريين فقط، وكانت الأغلبية ممن حكموا من إخواننا الأقباط. هذه الوحدة يجب جميعا نحرص عليها وأن نعتبرها أساسا من أسس أو عنصر من عناصر المصرية الوطنية الصحيحة، وأي مساس بها كما قلت له أوخم العواقب. إخواني وأبنائي الأعزاء، إذا تقدم إليكم مرشح الحزب الوطني سواء كان قوطة ولا بصلة ولا إذا كان إذا تقدموا إليكم يطلبون أصواتكم، اسألوهم طيب ما دام جاي اسكت ولا احبسك اسألوهم عن مشكلة واحدة من مشاكل هذا البلد حلوها: إسكان، مرافق عامة، غلاء أسعار، نقص تموين، توابير الجمعيات، السكنة في العشش الصفيح. اسألوهم ماذا فعلوا لحل الأزمة الاقتصادية. اسألوهم أين ذهبت أموالنا، أين ذهبت القروض التي حصلوا عليها. اسألوهم إلى متى سنبقى محكومين بقانون الطوارئ. اسألوهم إلى متى ستظل القوانين الاستثنائية قائمة. واسألوهم متى ستكون لنا ديمقراطية حقيقية كاملة. واسألوهم متى سيكون لنا دستور ديمقراطي حديث يوطد سلطات الشعب. واسألوهم متى ستخلعون عن عادة تزوير الانتخابات. واسألوهم أخيرا
متى تشبعون من الحكم ومغانمه؟ ألم تكفكم كل هذه السنين الطوال؟ وإن أجابوكم على هذه الأسئلة بما يقنعكم فأعطوهم أصواتكم. أما أن يحاولوا رشوتكم بهذا الذي نصروه اليوم فهم قد أخطأوا كثيرا، وعيبهم أنهم لا يعرفون بورسعيد كما نعرفها. يجب أن يعرفوا أن بورسعيد وأصواتها لا تباع ولا تشترى. وأنهم في مشكلة المنطقة الحرة ليسوا بوحدهم، فنحن جميعا معهم في هذه المشكلة، والوفد يعتبرها مشكلة أساسية من واجبه أن يقف بجوارها. سنواصلها بكل ما نملك من وسائل، في صحيفتنا، في مجلس النيابي بواسطة نوابنا، في كل مجال وبكل الطرق وبكل الأساليب. فبورسعيد المدينة المكافحة الباسلة لا تستحق منطقة حرة واحدة بل عشرات من المناطق الحرة. وقبل أن أنتهي من كلمتي أود وأنا هنا في بورسعيد أن أشيد بأخي وصديقي مصطفى شدي، فهو دعامة من دعائم الوفد. هو لسانه الناطق وقلبه النابض. هو يقوم الوفد إلى كل بيت كل صباح، فإني في الواقع أهنئكم به ابنا بارا لبورسعيد ونائبا لها، وأهنئكم به وأهنئه هو أيضا بكم. فأنصار مثلكم ورجال من نوعكم كفلون لا بإنجاح نائب أو 5 أو 6 بل بعمل المستحيل، كفلون بعمل المستحيل وبنصرة كلمة الحق وبإعلاء كلمة الأمة. كما أشيد بإخواني وأبنائي باقي المرشحين وعلى رأسهم الدكتورة ولا عجب أن تكون الأستاذة بشرى عصفور لا أعجب أن تكون كما عرفتموها نبوغا وكفاية وخلقا وإخلاصا
إخلاصا لا أجل أن تكون بشرى كذلك، وهي شقيقة الأستاذ جميل محمد عبد. إخواني وأبنائي الأعزاء، إخواني وأبنائي الأعزاء، قبل أن أنتهي من كلمتي أشعر أن من واجبي نحو هذه المدينة الباسلة أن أشيد بذكرى الأبطال الوطنيين من أبنائها، وهم كثيرون تفخر بهم مصر، تفانوا في خدمتها ونظروا حياتهم من أجلها كما كانوا في خدمتكم أبناء بورسعيد، وعلى رأسهم البطل الوطني رجلكم الوفي المرحوم حامد الألفي. نائبكم الأصبح عاش حامد الألفي طوال حياته مخلصا لبلاده، مضحيا بكل شيء من أجلها، ثابتا على مبدئه الوفي، مخلصا لزعيمه، وقد طلق موته فراغا كبيرا بينكم وبيننا في الوفد. رحم الله حامد الألفي رحمة واسعة وتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنته. كذلك أذكر وتذكرون المرحوم الشيخ إبراهيم عطلة، والمرحوم مرابي باشا، والمرحوم عبد الوهاب البنا الغدا، والمرحوم أمين ندى، والمرحوم علي الرهيطة، ولو استمريت والنائب ونائبنا السابق المرحوم عبد المنعم عثمان. إخواني وأبنائي، لقد أطلت عليكم، ولكني في الواقع كنت في شوق إلى الحديث إليكم، وقد طال غيابي عنكم. سادتي، إخواني وأبنائي الأعزاء، زميلي وصديقي أستاذ حلمي الهندي رئيس لجنة الوقت العام، مرة أخرى أشكركم من قلبي أشكركم من قلبي وأعترف بعجزي عن الشكر، والعجز عن الشكر هو آية الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، موعدنا في يوم الانتخاب
الشمسية. فإلى اللقاء في هذا اليوم الفاصل بإذن الله. ولا يمكن الإنسان أن نسمح لآخر بالعبث بشرفه مهما لاقى في سبيل زائد. إذا كنا رجالا صامدين أقوياء نعرف حقنا وندافع عنه فسوف ننتصر بلا جدال، ولن يستطيع التغيير ولا التزييف أبدا. والدوائر التي كان ناخبوها على هذا المستوى استطاعت أن تمنع التزوير وأن تمنع التزييف. فالأمر إذن في أيدينا نحن لا في أيدي غيرنا. هم سيحاولون بكل الوسائل. أنا تحت يدي منشور مرسل من أمين الحزب الوطني في الزقازيق إلى شعب الحزب. بيقولوا بختم الحزب الوطني كل شيء. تعليمات من ضمنها اسمها المعلومة دي ينبه على مندوب الحزب داخل اللجنة أو خارجها بأخذ عدد البطاقات الباقية دون تصويت والأصوات المتخلفة والعمل بقدر الإمكان على تعليمها لصالح الحزب الوطني، وذلك بالاتفاق مع رؤساء اللجان. وفي حالة عدم استطاعته التسويد عليه إثارة الشغب مع أعضاء الأحزاب الأخرى، وفي هذه الحالة يتدخل رجال الأمن لعمل اللازم طبقا للتعليمات. أنا يعني أديكم ده والأخ مصطفى شردي نشروا في الوفد منذ نحو 10 أيام ولم يكذب، ولم يستطع أي جهة رسمية أن تكذبه أو تنكره، ولا تستطيع، لأنه بإمضاء وأختام الحزب الوطني ولا يمكن تكذيبه. فهذه نيتهم، يقولوا المندوب بتاعهم اجتهد يستولي على البطاقات اللي ما استولتش اللي اصحابها ما جوش، واجتهد تعلمها، وما قدرتش عليه. يعني لو اعترض مندوب الحزب المعارض اتخانق معاه فرئيس اللجنة هيطلعوا او يطلعكم انتوا الاثنين، هو يعني لازم تقرا والرئيس يجي يطلعوا طبقا للتعليمات. ده يقتضي منا ايه؟ يقتضي منا اليقظة وأن نضبط أعصابنا داخل اللجان، ومهما استفزينا أو استفزونا أو اختلقوا أسباب للخناق احنا نفوت عليهم الفرصة بحيث لا نمكنهم أبدا ولا نمكن رئيس اللجنة يقول طيب انتوا اتخانقتوا اتفضلوا انتوا الاثنين بره، أنا مش عاوز مندوبين. من هذه الحالة هيختلي بالصندوق والبطاقات ويفعل ما يشاء. انما احب اقول لكم ان رئيس اللجنه ايا كان اذا استشعر القوه والعزم الشديد والصمود من مئات الناخبين اللي خارج ابواب اللجنه لن يجرؤ على الاقدام على اي تزوير ابدا. انا مش عاوز اضيع وقتكم وعاوز اعدلكم ايه اللي احنا بنلاقيه. انتوا هنا طبعا بتلاقوا زينا تمام. هنا في بورسعيد بيجري فيها اللي بيجري في كل مصر، منع مؤتمرات، تمزيق شعارات. المحافظين يلفوا مع المرشحين الحزب الوطني في القرى، يمكن هنا ما يقدروش يعملوها في وسط مدينه بورسعيد او في القاهره، انما في الارياف في المحافظات الاخرى المحافظين بيلفوا مع المرشحين الحزب الوطني في القرى ويحضروا اجتماعاتهم ويخطبوا فيها. في محافظ خطب في جامع
اللي عندي المعلومة اللي عندي في أسيوط مسجد الفرغل محافظ واحد حضر الصلاة وبعد الصلاة قام يخطب تأييد للمرشح الوطني. جرأة فظيعة غير مقبولة. يعني زمان كان برضه يحصل شيء من التدخل من رجال الإدارة من رجال الحكم، إنما في شيء من الحياة لكن ده زي ما سموهم مصطفى حزب عين عالم لا حياء ولا اختشاء ولا حاجة. معتمدين على ايه؟ معتمدين على الشعب المصري شعب مسالم، شعب هادئ، شعب صبور، وهذا حق ولكنه بعض الحق. انا احب اقول لهم ان الصبر له حدود، واقول لهم اتقوا غضب هذا الشعب، لانه اذا غضب لن يقف شيء في طريقه. في المناسبات السابقة ناشدت السيد رئيس الدولة أن لا يستمر في هذه الزيارات التي يقوم بها في بعض الأقاليم، لأنها تعتبر تدخل سافر في الانتخابات. لأن الرئيس كل زيارة بعد الزيارة الرسمية بيجتمع بقيادات الحزب الوطني في حضور المحافظين والحجمدارين وكل رجال الحكم. بلا جدال هذا يؤثر على حيلة الانتخابات. وأنا شعبا مثلكم شعب واعي لن نتأثر بمثل هذا، ولكن برضو في الريف قد يكون لهذا بعض الأثر. في انجلترا ايام الملكة فيكتوريا اردت ان تنعم على رئيس الوزراء الاسرائيلي باحد الاوسمة، فرجع بشدة ان تؤجل هذا الانعام، لان كان هناك معركة انتخابية ويخشى ان يفسر هذا العمل على انه تدخل من الملكة في الانتخابات. تصوروا الى اي حد هناك يحافظ على الحيلة الانتخابات والاحترام العرف واحترام الدستور والديمقراطية. رئيس الوزراء يرجو الملكة يؤجل الانعام عليه الى ان تنتهي الانتخابات، حتى لا يفسر هذا بأنه مساعدة منها له أو مؤازرة منها لحزبه في الانتخابات. نريد أن نصل لا أقول إلى هذه الدرجة بل إلى بعض هذه الدرجة، والنتيجة أن المحافظين طبعا مرهون وجودهم في مناصبهم بنواحي الحزب الحاكم. إذا جال حكم عن الحزب الحاكم انتهوا هم وزالوا من مناصبهم، ولذلك فهم يستميتون في مؤازرة هذا الحزب. ثم يجب تشجيع من رئيس الدولة زي ما قلت، تشجيع من وزير الحكم المحلي دكتور احمد سلامة في خطاب له من ايام يقول ايوه انا معترف ان المحافظين بيساعدوا المرشحين الحزب الوطني، لانهم هم المحافظين اعضاء في الحزب الوطني لازم يساعدوا زملائهم. الى هذا الحد بلغ الفجر وبلغت الجرأة على الحق أن يصرح وزير مسؤول بأن المحافظ عضو حزب وطني، فعليه ومن حقه أن يساعد زملائه في الحزب الوطني. أول حال أنا يا إخواني من جولتي الأخيرة في كثير من أقاليم مصر
ومدن مصر في هذه الأيام استشعر شعورا طيبا بأن الشعب المصري لم يعد مستعدا أبدا لأن تزور إرادته أو تزيف مشيئته. واحنا زي ما قلت لا نسعى الى الحكم، وان كان هذا ليس فقط من حقنا بل من واجبنا، لان كل حزب يجب ان يسعى الى الحكم حتى يستطيع ان تكون لديه السلطه التنفيذيه والوسائل التنفيذيه لتنفيذ برامجه. ولكن اريد ان اطمئنهم ان الحكم الان بعد ان خربوا هذا البلد هذا التخريب لم يصبح مغنما بحال من الاحوال، فلينوا هم بالحكم كما يشاءون والى ان يشبعون، وهم لن يشبعون لانهم لا يستطيعون العيش بهذا الحكم بغير الحكم، ولا يستطيعون ان يتركوا الحكم لحظه واحده، لأنهم في هذه الحالة سيواجهون الشعب مواجهة مباشرة وهم غير محروسين بقوة السلاح تلازمهم الحراسة ليلا ونهارا حتى أمام غرف نومهم، لأنهم يعرفون أن الشعب لا يثق فيهم ولا يطيق أن يتعامل معهم أي نوع من الأنواع، ولذلك هم يزيفون إرادة هذا الشعب. لو أنهم واثقون من موقعهم واثقون من ثقة الشعب فيهم لما رفضوا الضمانات القضائية ولما استحدثوا هذه القرى ولما عاشوا في هذه الأرض فسادا، إنهم يعلمون تماما أن الشعب ليس منهم ليس معهم، وأنهم كما تحديتهم إذا دخلوا أي انتخابات رئيس مبارك ليس على رأس حزبهم أتحداهم إن حصلوا على 5% من الأصوات.